السلام عليكم خوتي. اليوم في برنامج عشت وشفت على قناة الشروق راكم رايحين تستمعوا وبدون مبالغة إلى واحدة من أعظم التجارب الموجودة في المجتمع الجزائري، واحدة من أصعب ومن أعظم القصص اللي ممكن الإنسان ما يتخيلش أنها موجودة في الجزائر، وموجودة وفي عمق الأحياء الشعبية. علاش أنا نركز على كلمة الأحياء الشعبية؟ لأنه مؤخرا أنا نشوف واحد النماذج تاع واحد الناس ماشي شابين كاع، يعني ماشي شابين شكلا، يعني ناس يديروا مشاكل كبار وينسبوهم الى الاحياء الشعبيه، ولكن ماشي دائما هذاك هو واقع الاحياء الشعبيه. مرات في الاحياء الشعبيه تلقى اعظم التجارب واحسن النماذج اللي ممكن الانسان ما يتخيلش انها موجوده. وحميد اللي راكم تشوفوا تصويرته بدون مبالغه، صدقوني غير بدون مبالغه، هو واحد من اعظم التجارب اللي انا سمعتها. انا بزاف ناس يسقسوني يقولوا لي وشنو هي اكثر حاله اثرت فيك، وشنو هي الحاله اللي ما قدرتش تنساها الى غير ذلك. حميد هو الحاله، هو حاله، يعني درس في الحياه. وصدقوني غير بدون اي مبالغه، وراكم رايحين تعرفوا العشيه التفاصيل تاع القصه تاعو، تاع هذا الانسان اللي كان في عمره 16 سنه. يعني تخيلوا انه حميد كان في عمره 16 سنه كي عيطوا له لابوليس قالوا له باللي باباك انهى حياه يماك. كيفاش انهاها تفاصيلها راح يقولها يعني. وماشي هذا هو اصعب حاجه، يعني ماشي هذا هو اصعب حاجه جازت على هذا الطفل اللي هذاك وين خرج من مرحله الطفوله ودخل الى مرحله المراهقه. يعني يسمع باللي باباه انهى حياه يماه، وزيد الوالده تاعو كانت يماه حامل تسنى في توأم، وفي آخر أسبوع من الحمل. تخيلوا أنه طفل صغير في ثواني هكذا، في ثواني لقى روحو باباه كونداني امور، يماه مكاش، الولادة اللي كان تحت صرا مكاش، ويصبح هو مشتت. هو عنده 4 خوتو واحد اخرين، هو الأكبر، أكبر إخوته. تشتوا بين العائلات، تفرقوا بين العائلات. والأصعب من هذا أنه تشاء الظروف ولا يشاء القدر أنه يدخلوه عند باباه باش يهضر معه على هذا الموضوع، وهو في عمره 16 سنة. التفاصيل كاملة راح يقولها هو العشية، الحياة اللي راهو عايشها العشية يعني. والشيء اللي أصعب حاجة مر عليها خويا حميد، وهو فعلا نعم الناس. راكم رايحين تشوفوا العشيه نعم الناس، يعني حتى اذا كان هو صغير في عمره 23 سنه، بصح اللي تقصر معاه شغل تدي منه عبر. انا ملي درت لابوندونس تاعو ولات حمتو يبعثوا لي، الناس اللي يعرفوه يبعثوا لي يقولوا لي باللي هذا حميد ملي كان صغير كان عنده هذا روح المسؤوليه، روح القياده، كان عنده حس غريب. اي انسان في مكانه جاز على الاشياء اللي جاز عليها حميد مستحيل يبقى شاد عقله، مستحيل يريح في الجزائر، مستحيل يدير واش دار واش راح يحكي يعني العشيه. وتشوف حميد كيفاش يهضر على خاوته، كيفاش يحارب على خاوته، وكيفاش يسعى ويخدم في المارشي، يبيع البلاستيك، يبيع السردين، يبيع الحوايج، شغل بنا براكه باش يطم خاوته اللي راهم مشرذمين عند عائلات. وانا ماشي باش نهضر على عائلاتهم، بصح ماشي كامل العائلات يتقوا الله سبحانه وتعالى في الايتام، ماشي كاع العائلات يصونوا الامانه. هذه هي الدنيا، ما نكذبوش على بعضنا، وهذه هي الحقيقه يعني. ف انا فعلا ما قدرتش نخرج من القصه تاع حميد. وهو يهضر، يعني هو يهضر، ولكن شو كي صورنا البرنامج ولا كي نتلاقاو في البيرو كي يجي عندنا لهنا ولا كي نهضر معاه في التليفون، انا نكبير ونبقى كي يبدا يهضر هو هكذا نقول انا ما نقدرش نتصرف كيما يتصرف هو، انا ما نقدرش ندير كيما يدير هو، بالك انا ما نقدرش نصبر كيما يصبر هو. بصح سبحان الله وتعالى يقول لك يضع اعظم دروسه في اضعف خلقه. يعني وانسان كيما حميد حاليا حرام علينا احنا في الجزائر الا خلينا هذا السيد هكذاك. وحتى الدوله الجزائريه بالك ماهمش سامعين بالقصه تاعو، بصح اتوقع انه بعد البرنامج الا خليناه وهكذاك برك حرام علينا. وهذه هي. نشوف الحلقه تاعو العشيه ونزيدو نقصروا.
والسلام عليكم.